تنحى عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخو النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر. عباد الله إذا كان في دنيا النبات طفيليات، يا عباد الله إذا كان في دنيا النبات طفيليات تلتف حول النبتة الصالحة لتفسد نموها، فإن كذلك في دنيا البشر طفيليات، وأعني بهم من يلتفون حول الإخوة حول العلماء فيوغرون الصدور ويبعثون الشرور، فتحدث القطيعة والشحناء والعداوة والبغضاء. وخطر هؤلاء في الأمة عظيم، خطر النمامين في الأمة عظيم، وهم كثير لا كثرهم الله. كم أحدثوا من مصائب بين المسلمين، كم تجنوا على الأبرياء من المؤمنين، كم أشعلوا نار الفتنة والعداوة بين الأصفياء والإخوة المتحابين. جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشراركم؟ تأملوها. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشراركم، بأفسدكم، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. ألا كم باعد النمام بين أحبة، كم شتت من إخوة، كم قطع من أوصال محبة ومودة، كم أشعل نار الفتنة، كم أذكى من أحقاد وأورث من ضغائن. قديما قيل: النميمة سيف قاتل.